النتيجة علينا ويفوز على نادي دحيل ب3 أهداف مقابل هدفين. بعد ما كنا احنا يعني نوعا ما افضل في المباراة في الشوط الاول، لكن تفاجأنا في بأداء نادي الشرطة في الشوط الثاني، ومبروكين الفوز، مبروك الشرطة، هارد لك نادي دحيل. رغم الخسارة دحيل ما زال في المركز السابع على فكرة برصيد 8 نقاط، والشرطة يحقق فوزه الأول ويرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز قبل الأخير. خالد، للاسف احنا نبهنا بين الشوطين على الحاله الدفاعيه او المنظومه الدفاعيه اذا جاز التعبير، من وسط الى خط الدفاع، ان في ثغرات، في عدم تنظيم، في عدم رقابه فرديه. احنا لو لاحظنا كل الاهداف اللي جات الثلاثه كلها فيها اخطاء وفيها رعونه وفيها عدم مراقبه وتحفز للكره. سواء الهدف الاول او الثاني او الثالث. شوف الان الهدف الاول، ايمن وبريك، شوف تغطيه بريك ما يندفع على اللاعب بسام، يترك الحاله. وهذه انا هذه الموضه الجديد اللي يحطون يدهم خلف ظهرهم، هذه تقيد اللاعب اكثر من تعطيه حريه التغطيه الصحيحه. لو شفنا ايضا الهدف الثالث اللي جاء ايضا بريك ترك مركزه كظهير يسار. شوف الان الحاله هذه، في لها كرة تبين من العمق، في كرة من الوسط لما يستقبلها لاعب الوسط في وسط الملعب، لاعب الشرطة. ايوه، شوف بريك هذا مش لاعبك. صح. لو سمحت بريك هذا مش لاعبك، هذا دور لاعبين الوسط. يترك المساحة على اليسار وفاضية ويتسجل من هدف. ففي عشوائيه حقيقه واجتهاد، يعني المفروض في تنظيم ونظام وفكر وعارفه لما تتحرك. هذه المنطقه، هذه لعبه وسط الملعب، مش مركزك يا بريك. جاء هدف، وايضا كان يتحمل الهدف الاول، وعلاوه على اليوم اللي يعني حتى دوره الهجومي ضعيف، ويوسف ايضا ضعيف حقيقه في النواحي الفرديه. اليوم تحيل سيء للغايه في الدفاع. احنا نبهنا، يعني انا ما كان غانعني الاداء في الشوط الاول، انا قلت لك ادائهم متوسط وفي اخطاء دفاعيه ويجب على بالماضي صحيح، لكن احنا نعذر بالماضي يمكن ما عنده دكه بدلاء قويه، وقلنا اسماعيل فقط اللي ممكن ينزل، وفعلا اسماعيل نزل بدال شنان. عدا ذلك اليوم يعني اعتقد الشرطه استحق، لعب على المرتد، لعب كره سريعه، تحولاته جيده، فهو اللي فاز. الغريب في الجدول الحين لما نشوف الجدول ان الفريقين اللي طلعوا من البطوله، اللي هو نساف والشرطه، اللي ما لهم لعبوا مباراه تحصيل حاصل، فازوا. نساف فاز على الشارقه، والشرطه فاز على دحيل، اللي كان بامكانهم ان يروحون الدور الثاني.